ليه بقى الديجيتال ماركتينج مهم في المودرن بيزنس عامة؟ يعني يعني اللي كان الفترة اللي فاتت احنا الديجيتال ماركتينج ما كانش عامل بومينج كده، ما كانش بالشكل اللي هو شايفينه كبير كده. طيب الديجيتال ماركتينج مهم ليه قوي؟ لان هو اولا الريتش بتاعه عالي. يعني ايه الريتش بتاعه عالي؟ يعني من خلال الديجيتال ماركتينج انا بقدر اوصل لجمهور يكاد يكون عالميا. يعني انا من مصر دلوقتي، انا وانا بقول لكم انا بشتغل مثلا شركات في المانيا، انا ما بتحركش من مكاني، انا وانا في مصر اقدر اكلم شركات في المانيا. ممكن شركة في مصر تيجي تقول لي انا ببيع للسعودية والكويت بس. فالديجيتال ماركتنج بيساعدني في ده. لكن مثلا لو جينا بصينا للتراديشنال ماركتنج ونيجي نبص عليه، لو احنا مثلا اليافط اللي في الشارع اللي بنلاقيها مثلا ساعة دلوقتي داخلين على موسم رمضان، لاقيين اعلانات المسلسلات. هل مثلا اليافط اللي هي بنسميها بيل بورد اللي بتبقى في الشارع دي بتوصل لناس في السعودية او في الامارات او في بلد تانية غير مصر، او حتى منطقة تانية غير المنطقة اللي هم بيتارجتوها؟ لا. لكن الديجيتال ماركتينج يساعدني من اي مكان في العالم اوصل لاي مكان تاني بسهولة جدا، واوصل لاكبر عدد. فدي بقت ميزة كبيرة جدا ان الناس بدأت تتجه اصلا للديجيتال ماركتينج. تاني حاجة هو كوست افكتفنس. يعني ايه؟ الديجيتال ماركتينج الكوست بتاعته بنتيجة كويسة جدا. يعني انا هقول لكم مثال، اعلان التلفزيون دلوقتي ال 30 ثانية بيوصلوا ل 3 مليون جنيه. احنا ممكن بال 3 مليون جنيه دول احنا نعمل شغل في الديجيتال ماركتينج يكفينا سنة او سنتين او ثلاثة على حسب حجم الشركة. فبالتالي بقى بالنسبة لي الديجيتال ماركتينج بيديني حل كويس جدا وبيجيب لي نتائج كويسة بادجت قليلة. طيب، في جزء مهم جدا دي من اهميه الديجيتال ماركتنج، ان هو بيجيب لي انجيجمنت. يعني ايه بيجيب لي انجيجمنت؟ يعني بيجيب لي تفاعل. يعني انا دلوقتي زمان لما كانت الناس بتروح براند ينزل اعلان في التلفزيون، كان عشان يعرف نتيجه اعلانه ده كان بياخد وقت كبير جدا. يعني هو بيستنى مثلا لما يشوف المبيعات قلت، والمبيعات عشان تقل لسه فريق السيلز بعد الكوارتر هيجي يقول له، او بعد شهر، او هيلاقي بعد فتره كبيره ان المبيعات بتقل. ما بيجلوش في اللحظة ان في مشكلة. حتى لو منتج طلع الكواليتي بتاعته مش كويسة او الجودة بتاعته مش كويسة، ما كانش بيجيله النتيجة في الوقت الحالي. النتيجة بتجيله بعد وقت طويل. الديجيتال ماركتينج بيخليك ان انت دلوقتي معاك البرودكت في ايدك، انت بتديني تفاعل، انت بتعرفني المنتج ده كويس ولا لا، عندي مشكلة ولا ما عنديش مشكلة. بعرف كم واحد شافوا المنتج بتاعي، كم واحد تفاعلوا معاه. فالديجيتال ماركتينج عشان كده بقى مهم جدا في المودرن بيزنس. طيب، في حاجة تانية مهمة جدا، ان هو بيديني ريل تايم ريزلتس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا وانا معاكم في تولز معينة في الماركتينج، انا لو فتحت الويب سايت بتاعي دلوقتي هعرف كم واحد قاعد بيشوف الويب سايت ودخلوا من اماكن ايه. وانا في السوشيال ميديا مثلا وانا مشغله كامبين وحمله اعلانيه وبدفع فلوس، انا هيجي لي نتائج في اللحظه. انت دلوقتي 50 واحد شافوا، 100 واحد شافوا، 200 واحد شافوا. علشان كده احنا خلاص بقينا التراديشنال ماركتنج ده بيندثر، ما بقاش موجود. عشان كده احنا عملنا شيفتنج للديجيتال. طيب،